بالنسبه للعسل اللي درت في الشباكيه وبشنيخه، درت فيه 2 كيلو ديال السنيده، ومن الاحسن يكون القالب. ودرت اطرو ديال الماء، واحد الحامضه مقطعه دوائر، ونص ليمونه مقطعه دوائر، وواحد طريف ديال القرفه عواد. ودرت فيه شويه ديال الزعفران الحر. هاد الزعفران الحر كيعطيه اللون، كيجي اللون ديالو يعني قهوي بزاف. من الاحسن بلاش اتاي، الزعفران الحر كيجي زوين فيه. وواحد بديانه، الا بغيتو المذاق ديال بديانه ممكن انكم ديروها. في الاول كنديروا ليها عافيه مجهده، ومن بعد تقريبا واحد ربع ساعه. من بعد كنخليوه 45 دقيقه الى ساعه على حسب العافيه كيفاش دايره. المهم الا كانت مهيله بزاف راه كتخليه ساعه، كانت شويه المهم متوسطه راه كتخليه ساعه الا ربع. صافي راه كيكون واجد. وكتبقاي كتجربي في واحد الجبيبينيه تكون بارده، كتجربي والعسل واش هو هذاك، يعني ملي كيبرد واش هو هذاك في القوام ولا لا. بالنسبه للعسل ملي طاب، ها هو القوام ديالو دابا راه باقي سخون. صفيت منه هذيك العود ديال القرفه، حيت منه الدوائر ديال الحامض وديال الليمون باش ما يكرموش عليه. صافي وكنخليه دابا كنديرو دائما انا ليله كامله هو كيبرد، يعني حتى كيبات الغد ليه عاد كنستعملو، باش كنتاكد 100% بان العسل ديالي راه ما قاصحش وما جاريش، باش الا درتو في الشباكيه يلصق.